عندما نقول عيد فطر سعيد لا يعرف بدقة هل الصياغة هنا سؤال أم أمنية. ففي دول عربية كثيرة من الشرق إلى الغرب إما صراع أو ضائقة أو حرب أو خليط من كل ما سبق. أين يجد المواطن العربي فرحة عيده وكيف تمضون يوم عيدكم الأول؟ نقطة حوار يتواصل معكم إذاعيا. أنا محمد عبد الحميد، أرحب بجميع المتصلين، وسعيد ينضم إلينا من السويد. سعيد أهلا بك، كيف قضيت يوم عيدك الأول؟ أهلا بك، وعيد سعيد لك وللأمة العربية والإسلامية وللشعب الصحراوي. أهلا بك عزيزي. اسمح لي في البداية أن أعقب على الأخ المغربي الذي تدخل من قبل، وأقول له بأن اليوم يوم عيد، يعني يوم للتسامح وللتسامي عن الخلافات السياسية. وهو تحدث عن قضية أطفال مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف وبأنهم يعانون. أريد أن أقول له بأن سبب معاناتهم هو واقع الاحتلال في المناطق الصحراوية المحتلة. وأؤكد لك كذلك يعني قضية أخرى، هي قضية أن الشعب الصحراوي، يعني شعب الصحراء الغربية، هو الشعب العربي الوحيد الذي ينتمي كله للطائفة السنية، ولكن مع ذلك يحيي العيد أو يحتفل بالعيد في يومين مختلفين. اليوم الصحراويين في مخيمات اللاجئين يحتفلون بالعيد، بينما الصحراويين تحت الاحتلال المغربي سيحتفلون غدا. والسبب هو خلينا كما قلت أنت نبتعد عن السياسة الآن ونتحدث عن مظاهر العيد كما تراها وكما تفضلها، سواء في الوطن الأم أو حتى في الغربة بالنسبة لك. والله أجواء العيد، يعني إذا ما أجرينا مقارنة بين العيد في الصحراء الغربية أو العيد في السويد، هناك فرق شاسع، خاصة الفرق من ناحية دفء العلاقات الاجتماعية. نحن لا نتحدث عن المظاهر، ولكن نتحدث خاصة عن العلاقات الاجتماعية التي تبرز أساسا في فترة العيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. مثلا في الصحراء الغربية، يعني في الصباح يذهب الناس مباشرة إلى صلاة العيد، الجميع يرتدي الأزياء التقليدية الصحراوية، الرجال يرتدون الضراعة والنساء يرتدون الملفة، وبعد تأدية الصلاة الجميع يتسامح. من المفروض عليك أن تتسامح مع من التقيته حتى وإن لم تكن تعرفه. يعني عيد الفطر وحتى عيد الأضحى بالنسبة لنا كصحراويين هو يوم للتسامح، يعني يوم للتسامي عن الخلافات، سواء كانت خلافات شخصية أو أي نوع من الخلافات، وبالتالي هو يوم مميز. أضيف إلى ذلك بأن كذلك هناك نوع من العادات يعني الثقافية الصحراوية في هذا العيد، منها مثلا إعداد وجبات تقليدية خاصة وجبة الكسكس المشهورة في الصحراء الغربية. كذلك يعني الأهالي الموجودين في المناطق الصحراوية المحتلة لديهم كذلك تقاليدهم التي يحاولون الحفاظ عليها للحفاظ على ثقافتهم. بالمقارنة مع أجواء السويد، يعني هناك فرق شاسع. كما قلت لك بأن العيد هنا عيد بارد، ولكن هذا لم يمنع أفراد الجالية العربية والإسلامية من إضفاء جو خاص على هذا العيد ومن الاحتفال به على طريقتهم الخاصة. أنا يعني قبل البرنامج تقريبا بنصف ساعة جئت من حفلة أقامتها الجالية السورية والفلسطينية والعراقية، وفي هذه الحفلة تم تنظيم يعني رقصات مشرقية مثل الدبكة وغيرها، وهذا في اعتقادي أنه نوع لتعويض تعويض أجواء العيد التي التي ألفتها الجالية العربية في بلادها. نقطة أخرى كذلك مهمة، ربما هذه القضية ليست حصرا فقط على السويد ولكن في كل بقاع القربة، وهو أن العيد في السنوات الأخيرة أصبح الكثير من الناس يمضون العيد في شبكات التواصل الاجتماعي. عندما تسأل أي كان كيف تبادلت التحية مع الناس أو كيف تسامحت معهم، يقول لك تسامحت معهم في الفيسبوك، وهذه ربما ظاهرة جديدة ينبغي أن يعني تسليط الضوء عليها. طيب، مهم جدا، لكن مرة أخرى إلى الطقوس التي لا تتكرر في أماكن أخرى. ما أفهمه منك وإشارتك إلى الوسائل الجديدة الفيسبوك وغيرها، واضح أن الطقوس القديمة ذابت تقريبا. أكيد أن وسائل التواصل، وسائل التكنولوجيا الحديثة وثورة وسائل الاتصالات كذلك ألقت بظلالها على العلاقات الاجتماعية، خاصة في الأعياد والمواسم الدينية، ولكن هذا لم يمنع من أن العيد دوما يبقى عيد، يعني يبقى يوم مميز عن بقية الأيام. مثلا كما قلت لك أنه في الصحراء الغربية هذا اليوم مميز، يعني حتى بالنسبة للأطفال قبل العيد ب10 أيام وقبل العيد بشهر يقولون أن العيد سيأتي في اليوم الفلاني، وهذا لأن له طابع
طابع خاص ورونق خاص. وحتى يعني في الصحراء الغربية هناك يوم عطلة لكل العمال في يوم العيد، بينما مثلا هنا في السويد لا توجد لا عطلة ولا هم يحزنون، يعني يوم مثل بقية الأيام. في بلادنا الصحراء الغربية عندما تلتقي بأي شخص في الشارع يقول لك مبارك العيد والمسامحة. هنا في السويد أو في بلاد القربة عندما تلتقي بأي شخص سيقول لك هاي أو هاي فقط، يعني أهلا، وكأنك يعني في يوم عادي. يعني هذا هو الفرق بين العيدين، العيد في بلادنا والعيد في بلاد القربة. شكرا جزيلا يا سعيد.